كنت حدا واحد الباكيه دوزه، هما كيكنوا واحد الكارو سميتو دوزه، ضربني بها الوجه وقال لي دين ربك بغيت تقول باللي حنا عندنا عليكم 12 عام ديال الروتار. شوف الفكر كي داير. هذا ابراهيم مسكين سرق واحد الرابعه، واحد 200 ولا 300 غرام ديال السكر، لقاها تما هزها دارها هنا، حتى يمشي مثلا للحفره ولا ويزرق بها ولا يدير بها اتاي. جا واحد الحارس سميتو الحافظ، ما لقاش السكر، شدوا هذوك سلخوهم، عرفوا هذا ابراهيم هو اللي دا السكر. بالنسبه لك انت هذه رابعه ديال السكر 250 غرام، اش داروا له؟ كتفوه. كيانسيستي عليكم باش تنقلبوا على الملك. كاين واحد الجمله بالفرنسيه بسيطه والمعنى ديالها مفهوم، كيقول لك لوم سو ميزور دوفون لوبستاك. اكزاكتومون. تما فين كل واحد ومبادئه، كنهضر على الاسرى المغاربه دابا، كل واحد وشخصيته، وكل واحد والاقتناع ديالو لا موتيفاسيون ديالو. مثلا انا اللي دانا انا وواحد الشاف سميتو الحماوي الميلود ولد بني ملال، سي ان اونسيان اللي شارك في الحرب ديال 63. داونا حنا كنا لي غرادي، داونا بزوج نهار تشدينا داونا عند نزار. من دخلنا اول واحد اللي غادي اللي دانا واحد سميتو الفيليبي، راه هنا بوليزاريو هرب جا المغرب، ايطالينا الوطن غفور الرحيم. دخلنا لواحد لاكاب لتحت ومبنيه مزيان لتحت، واحد الصاله كبيره غادي نشوفوها مفرشه بالزرابي وبالسدادر وماء سعيده، يمكن سعيده واه. ومن دخلنا الضباط الجزائريين واحد 6 على اليمين، الضباط الليبيين واحد 6 على الشمال، والقائد اللي هو كان ديك الساعه كولونيل هو نزار اون فاس لينا. دخلنا انا كنت مضروب في وجهي وفي عيني وهذا مكتفين، طلقوا لنا الكتاف، وذاك الحماوي مولود تا هو مضروب، علمنا انه مسكين راجل كبير الله يرحمه ولا الله يطول عمره الا كان كيسمع. دخلنا ابراهيم الرخيص اللي هو دابا الامين العام ديال جبهه الارتزاق، اش قال؟ قال له مون كولونيل هذاك لو جون سي ان مونيتور دو سبور عليا انا، باسكو انا في لونكيت ديالنا مدرب الرياضه، انا ما عسكري مدرب الرياضه، لان راك عارف فيتي لو ماكسيموم وما عارفينش بصراحه. عارف كلاشنيكوف ما شديناها حتى ل 80. هذاك الحماوي ميلود داك الشاب كان في البلاندي، قال له هذا ابراهيم الرخيص والله الا مشى اكاتر بات لعند كولونيل نزار، قال له مون كولونيل هذاك سي ان جون مونيتور، سولناه ما يعرف والو على العتاد، وهذاك شاف لاسيان راه شارك في 63. هو يهضر معايا نزار، قال لي انت داك لو جون شحال في عمرك؟ قلت له 23 سنه. علاش كاع جيت وقتاش كاع جيت والمسيره عارفه وعلاش دخلت؟ ودي انا عسكري درت ليكول ميليتير، دخلت جات الحرب ديال الصحراء، دخلنا. قال لي شكون اللي لقيت في هذه الحرب ديال الصحراء؟ لقيت المرتزقه ولا البوليزاريو؟ قلت له لقيت الجزائريين والبوليزاريو وشي وحدين كيتكلموا شي كلام ما كنعرفوش. قال لي باش عرفت باللي معكم الجزائريين؟ باسكو الجزائريين هما اللي درنا لونكات في البدايه كاع في التيران نهار تشدينا اسرى. قلت له انا كنسكن في الشرق في وجده في الحدود الجزائريه المغربيه، كنعرف الكلام ديال الجزائريين. انا ديك الساعه كنتكلم مع بنيتي ماشي زعما، لان حنا هنا في وجده يهضر الجزائري تعرفوا، يهضر البيضاوي تعرفوا، يهضر الفاسي المكناسي تعرفوا. ربما ولاد الدار البيضاء الرباط يقدر الا هضر مع جزائري يقول لك هذاك وجدي، لان الهضره ديالنا بقى تما فين قال لك انتم هذا الملك دفعكم من الموت علاش ما ديروش عليه انقلاب وهذا الى اخره. هضر مع ذاك لاسيان، قال له انت لاسيان، قال له شارك في الحرب ديال 63، قال له شاركت فيها. سولو تا هو على السلاح على البلاندي، لان هذا كان من احد في البلاندي في ليشار. مين سلمنا حنا ديك لونكات دار بحال هكذا ابراهيم الرخيص، خرجونا. المهم خرجونا ضربونا كربسوا علينا بزاف. دوزيام اونكيت داونا عند ان كوموندو، ما عمره ما يتنسى لي واحد تشوفو تقول غير شي نصراني ولا تعرفوهم مخلطين. قال لي انت كيف تشكون ما كيهضروا معاك كتقول لهم انا مونيتور سبور، ومن هضروا معاك على لاي ميكس 13 وانا داك لاي ميكس 13 داك الشهر انا والله ما نعرفو، وكان عندنا صراحه انا ما نعرفوش، ماشي اختصاص ديالي. قلت له ودينا هادشي راه اول مره كنسمعو عندكم، انا مونيتور سبور. كان عندي ان شوك من بعد ان جروب، ها اللي عندي الباقي راه ما كنعرفش. قال لك انت اللي فتحتنا بالسبور فتحتنا بالرياضه، كي جاتك 5-1 ديك الساعه كانوا ربما غتكونوا تعقلوا لعبوا غلبونا في الدار البيضاء وعارفين 5-1.
بما انا حكمت انا رياضي وتفرجت في ديك المقابله، انا تكلمت معاه يعني قلت له ودي تستاهل وهو ميريتي، وقلتها له بقلبي ماشي كذوب، لان انا كنعرف الكره وكنت انا كنلعب الكره وتفرجت في الفريق الجزائري لعبوا خير منا. قال لي تعرفوا ما كيسبوا الرب، قال لي دين ربك كتقولها غير من هنا لهنا. قلت له لا، قلت له حنا شاركنا في المونديال في 70 في مكسيكو، تونس شاركت في 78 في الارجنتين، بوركوا با لالجيري 82 اسبانيا. كانت حدا واحد الباكيه دوزا، عندهم هما كيكنوا واحد الكارو سميتو دوزا، ضربني بها الوجه وقال لي دين ربك بغيت تقول باللي حنا عندنا عليكم 12 عام ديال الروتار. شوف الفكر كي داير. قلت له بدينا راه ما نويتش هادشي، انا غير بغيت نقول لك باللي المغرب والجزائر وتونس راهم في المغرب العربي. قال شكون اللي قال ربك احنا المغرب العربي؟ بغيت تقول باللي انتم دائما فايتيننا. سي ان كومبلكس اللي عندهم، وهذاك هو اللي غادي يخليهم دائما اللور. على كل حال، كاين بزاف هنا ناس ولا دائما يقول لك الناس يقول لك الناس راهي تكذب والناس راهي كذا وكذا. لا، هذا الشيء واقع. هذا الشيء وقع حتى عندكم يا المبردعين يا بوصباع، وقع في التسعينات. هذا ماشي بعيد. هذا قال راه شويه قبل التسعينات، ولكن في التسعينات عملوا بكم، ذبحوكم، قتلوكم، رماوكم في البحر، رماوكم في الغيران. كاين ناس واحد ما على باله وين راهم، كاين ناس ديسباري ما كانش، عملوا معكم نفس الشيء. ما تقدرش تقول لي راه يكذب، لاني انا عشت في التسعينات في الجزائر وشفت الاجرام. يعني انا هذا يعني نفس الشيء. هذا مش غريب عني. كيقول لي واحد دفنوه حي، واحد حرقوه بليسونس. جمال بن اسماعيل حرقوه بليسونس في 2000 شحال 2019 قدامكم صاحبي. علاش تقول لي فيلم ومن جمال بن اسماعيل حرقوه بليسونس؟ نفس الشيء نفس الشيء. انا على كل حال اللي عاش هذيك اللحظه، اللي عاش اللحظه هذيك، واحد ما يقدر يتصور. يعني التصور ما تقدرش كيما واحد عاش هذيك اللحظه. انا يعني اقدر يعني عقلك، لانك ما زالك بعقلك وما زالك تفكر يعني كانسان سليم. انا نشوف الكراغله ما عاشوش هذه اللحظات، وتلقاه ما تلقاه ما يعرفش كاع يخمم، ما يعرفش يتحاور، ما يعرفش يتكلم، وانت ما زالك يعني في كل قواك كما يقول لك العقليه. يعني شيء كما يقول لك شيء يعني قوه الشخصيه انا عندي هذه. والله يا سؤال اخي خويا سمير، سؤال اخر سي عبد الله. واش عمر نزار قتل شي مغربي قدامك ولا قتل شي جزائري حيت ارتكب شي خطا؟ نزار لا، غير قتلوا واحد الجندي بعد هذاك اللي حرقوه بليسونس ما ماتش حتى دوز مده. وهذه مسكين من كبوا عليه ليسونس شعلوا وقيده، دار هكذا بقات هكاك لاصقه، بقات هكذاك حتى مات. واللي كان كيداويه، لان حنا كانوا فينا ديزانفيرمي الممرضين مغاربه، والطباء كانوا 3 ديال الاطباء اللي تشدوا في العمليات، تشدوا في البويرات وفي جلد الزمور، اطباء. وكانوا عاوتاني شي 12 ولا 14 الممرض. والممرض اللي كان كيداوي هذا الجندي هذا سميتو عبد الرحمن، سميتو علي الكرومي ولد الرشيديه، هو اللي بقى كيداويه، ولكن مسكين مات، هذاك العسكري مات. اما فيما يخص نزار ما قتل، لان من يبغيو يقتلوا شي واحد راه ما يقتلوش حدانا. من غير هذا اللي قلت لك علقوه حدانا في 90 يوم كانت اسباب، او لا داك اللي دفنوه حي. اما الباقي كانوا كيتفيزياو. كيفاش كيتفيزياو؟ مثلا واحد سميتو ابراهيم، جندي مغربي، حنا كنا كنديروا لي طرافو فورسي 16 ساعه على 24 ساعه، فيها بنايات، فيها لا ميكانيك، فيها السبيطارات، فيها تصور اللي بغيت تصور من اعمال شاقه. المغاربه اللي كانوا كيديروها الاسرى الجنود والضباط. واحد المره داو واحد المجموعه فيها نقول لك واحد 6 7 ديال الجنود، يمشيو ينظفوا شي بيوتا ديال داك الحراسه ديال هاد المرتزقه هذا. هاد ابراهيم مسكين سرق واحد الرابعه، واحد 200 ولا 300 غرام ديال السكر، لقاها تما هزها دارها هنا، حتى يمشي مثلا للحفره ولا ويزرق بها ولا يدير بها اتاي.
جا واحد الحارس سميتو الحافظ ما لقاش السكر، شدو هادوك سلخوهم، عرفوا هاد ابراهيم هو اللي دا السكر. بالنسبه لك انت هذه رابعه ديال السكر 250 غرام. اش داروا له؟ كتفوه من رجليه وراسو في البير الليله كامله. من جبدوه مسكين حماق، الله يرحمه ويوسع عليه. انا كان تقريبا معايا شي عام هذا السيد هذا، حماق صافي. نهار جا الفراج ديال 87 غادي يطلقوا واحد الدفعه، واحد الشادلي بن جديد. جاو الضباط الجزائريين باش يشوفوا هاد الدفعه ديال الاسرى اللي غادي يجيو للمغرب. بقاو كيشوفوا لقاوه هو انسان غير عادي، نيتي با نورمال، مسكين كيهضر راسو، يقدر يكون معاك حتى يبول على حوايجو. عيط للمسؤولين، قال لهم هذا دابا لان من دلاو في الحاسي ضربوه للراس وبقاو لي سوكال لي تراس. قال لهم دابا هذا انتم اللي غادي تطلقوه، واش ما عرفتوش فين راه غادي للمغرب، والمغاربه راه غادي يفديو الاسرى ديالهم وغادي يقدموه للعالم باللي راه تعذب. هذا ما تطلقوش، هذا قتلوه. خرج واحد يقول له الراحل صحراوي مرتزق، قال لهم شكون اللي قتلوا؟ قال لهم انا قتلوا. معتقلين، هاد المعتقلين كانوا معتقلين حسب القانون الدولي ديال الأسرى من جهة، هل كانوا معتقلين حسب الشريعة الإسلامية؟ الأسرى في الدين وفي الإسلام. أنتم مجرد مرتزقة، أنتم أقبح من الصهاينة. يعني ملي كتجيو كتقولوا لنا طبعتم، قبح الله سعيكم. التطبيع مع اليهود أهون من التطويع معكم، والجورة مع اليهود يعني أحسن وأخير من الجورة معكم. فنتمنى نهزوا من الهمة يعني وصلنا 4000، ما كرهناش نوصلوها ل 10000. يعني يستحق منا كل التقدير، يستحق منا كل الدعم. واليوتيوبرز في المغرب بالله عليكم، ما عمرني شفت شي واحد كيزور مثلا عثمان علي او يزور عبد الله السمير، او يعني واش هاد اليوتيوبرز ما كيبانوش لكم هاد الناس؟ واش تحية لك، شكرا 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 شكرا. المواطن وراه مواطن، بارتاجيو المواطن، بارتاجيو المواطن. تستحقوا منا كامل الدعم لنوقف النقاش وندعم لمدة 10 دقائق، 10 دقائق فقط. وجيبوا لنا مواطن فيكم، واللهم اجعلها في ميزان حسناتكم، واللهم احفظكم فوق الارض وتحت الارض ويوم هما تطلع ياسر، هما تطلع الله يفتحهم. نعم هما تطلع الله يفتحهم، تسمع غير امك. اللهم اجعل كل هذا العطاء رحمه لوالدينا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعله رحمه لوالدينا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعله لهم يعني ثلجا وبردا يغسلون به يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنه، ولا تجعلها حفر من حفر النار. اللهم اجعل من امامهم نورا ومن خلفهم نورا ومن فوقهم نورا ومن تحتهم نورا يا ارحم الراحمين. الى كل من اجتمع معنا في هذا المجمع بالخير، اللهم ارزقه خيرا في اهله وخيرا في بدنه وخيرا في بيته وخيرا في زوجه وخيرا في ولده. اللهم من اراد بنا شرا فاللهم ابعده عنا بعد السماوات عن الارض يا رب الارباب، انك على كل شيء قدير وعلى استجابه هذا الدعاء به جدير يا ارحم الراحمين. شكرا سي عبد الله سمير، شكرا لك يا اخي الكريم، بارك الله فيك، تقبلتينا. وكنقول شكرا حتى للصوت ديالي، والله الا شد معايا لارانطي، يعني كنت ياسر انت راني دايخ فيك انت ياسر، والله الحمد لله. تحياتي، ونتمنى يكون لنا لقاء ان شاء الله في الواقع وليس المواقع. تحياتي للسي عبد الله، هذا شرف لنا وهذه رسالة. نحن أبناء السنوات التي اعتقل فيها، أقولها وأكررها، الحمد لله أننا أحيانا الله حتى اجتمع من أسر في السبعينيات مع من ولد في السبعينيات، وهكذا نحتفي ببعضنا البعض. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وسمحوا لي لا هجمت عليكم وجع وقت هذه الجعويقة هذه. لا لا لا, لا. كانت عفوية
تحياتي لك سي عبد الله. لا لا، برافو 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 ياسر، برافو برافو برافو. عامل انا راني دايخ فيك ياسر، انت لازم تعمل لي فيديو كي تكون راقد، انا حاب نشوفك راقد. ما انا جاب لي ربي ما ترقدش كاع يا صاحبي. شكرا شكرا ياسر، شكرا. وتستاهل انت يعني، يستاهل اكثر، يستاهل اكثر يعني. ليش الشيء اللي عاشوا، اللهم بارك يعني تستاهل اكثر من هذا. احنا نتمنى لك يعني، نتمنى لك انا يعني، راه مش الناس تعمل. انا يعني خويا العزيز، خويا سامر، نقولوا ما شاء الله تبارك الله على خويا ياسر، لان احنا محتاجين به. ما شاء الله تبارك الله على خويا ياسر. الله يحفظك خويا ياسر. نعم الله نعم يكبر نعم. بكم اخويا، الله يكبر بكم. وقبلوا علينا واخا كنتهيمجوا عليكم المستوى على قد الحال، وهذا الشيء اللي عطى الله. المهم قبلوا علينا، قبلوا علينا وقبل علينا السي عبد الله. هجمنا عليك هاد الهجمه، راه شتك ما عرفتي باش تبليتي، قلتي هذا مالو، راه درت لك داك الشيء ديال الغرامه، درت لك داك الشيء ديال الغرامه ديال العراسات. ها هي من عبد باطنه، ها هي من شكرا. انا هنا بغيت نشير لنقطه مهمه جدا. الفرق بين المملكه المغربيه الشريفه وبين ما يعيشه الاخرون، الشعوب الاخرى في الجزائر، الشعب القبائلي وشعوب اخرى. الفضل كيرجع لله اولا، ثم لملكنا حفظه الله، والنظام الملكي اللي ضامن الامن والاستقرار في المغرب شماله. اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم احفظه من شماتة الأعداء. اللهم احفظه من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم احفظه من شر شياطين الإنس. اللهم احفظه من شر شياطين الإنس. اللهم احفظه من شر شياطين الإنس. اللهم احفظه من شر شياطين الجن. اللهم احفظه من شر كل ذي شر. اللهم احفظه وانصره وأيده بنصرك يا رب العالمين. اللهم احفظ سائر الأسرة العلوية الغالية، واحفظ اللهم بلدنا وأهله، واجعله آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف ملكنا، اللهم اشف ملكنا، اللهم اشف ملكنا. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفيه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم احفظه وانصره وأيده بنصرك يا رب العالمين، وأدمه علينا نعمة يا رب العالمين. اللهم أطل بعمره، اللهم بارك في عمره يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله.